اخوي شو يعني شفهيا وكتابيا؟ انت قصدك مقابلة الاي ان دي الثاني. راح اقول لك ايش معنات الشفهي بعدين ندخل على الكتابي. معنات الشفهي يا صديقي مثل المقابلة الاولى للاي ان دي، تمام؟ محقق ومترجم وانت بتبرك ساعتين ثلاثة الحمد لله بتخلص، وتاني نهار بيجيك قبول او ثالث نهار بيجيك قبول، وبعد فترة 3 4 ايام 10 ايام راح تروح تستلم كارت الإقامة اللي هو 5 سنين. حلو، خلصت استلمت الإقامة، أمورك كلها حلتها في المقابلة الشفهية. بالمقابلة الشفهية كلها ب 15 يوم خالصة، تمام؟ هي بالكتير خلصنا من الشفهية. بنجي للكتابي، بس في ملاحظة صغيرة إنه الكتابية مخصصة ل3 جنسيات فقط: السوريين، اليمنيين، الأتراك، تمام؟ أنت راح تكون فيريفيكان وراح يجيك بوست إنه اجتك مقابلة الاي ان دي الكتابية بظرف مثل هذا. هذا هو الظرف، راح يجيك فيه هالأوراق. هدول أوراق تعليميات وأوراق من الاي ان دي، وهي هي المقابلة الكتابية مثل ما تكون شايفين، عبارة عن 36 صفحة فيها 68 سؤال بدك تجاوب عليهم بصح بنعم او لا، وفيهم فيها 3 4 اسئله بدك تشرح شرح. سويت انت بتساوي هاي المقابله الكتابيه وبتخلص امورك مع المحامي وكلها، بتروح على الاي ان دي. بس راحت على الاي ان دي بدك تدخل مده تقريبا من اسبوعين ل8 اسابيع ليجيك القبول. في شباب سووا، في ناس اجاهم قبول على 40 يوم. حلو، 40 يوم 10 ايام لاستلم الكارت، شيء تقريبا 50 يوم. في ناس اخذوه على 85 يوم، في ناس 60 يوم. انت وحظك. شفهيا اسرع، والكتابيه يعني بتمطلها زياده شهرين. هذا الفرق بين هاي وهي. الكتابيه سووها بسبب الضغط اللي صاير عليهم وخصصوها ل3 جنسيات: انت سوري، يمني، تركي، هيك مقبول لجواك. مشان هيك خصصوا لهم الكتابيه، ولغير جنسيات حصرا شفهي.